بيقرا كتير، فقرا قضايا حقيقيه مش مجرد انه سمعها زي ما بنسمع مثلا على اليوتيوب. هي قضايا حقيقيه، بس هو اكيد لما جه يكتبها تخيل بقى الايه الكاتب والمخرج في نفس الوقت، اكيد كان فيها هو كان نوع بالظبط من التغيير كان او بيعمل حاجتين التحوير بقى في اصل القصه علشان توصل. بالظبط. هو كان بيعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه انه بيمصر القضيه دي. ليه؟ لانه احيانا احنا عندنا اخلاقيات في الوطن العربي كله تختلف عن المجتمع الاوروبي. فهو كان بيعمل ايه؟ لا، لو في حاجات فيها خارج نطاق مصر او الوطن العربي، لا بيحاول يعدل حاجات. يعني ياخد التيمه الرئيسيه للجريمه، هل دي جريمه قتل حصلت فين والسبب كان ايه، دافع الجريمه. هو كان يعمل حاجتين، اول حاجه يعدل يمصر، تاني حاجه انه يضيف من خياله جزء عشان العداله، عشان ما يجيش واحد يقول ايه يعني هل احنا بنتوقع ان هو قرا جريمه عشان ياخد منها مصادره لبرنامج العظيم اغرب القضايا ان هذه الجريمه تم القبض على المتهم سواء كان اللي سرق او اللي خطف طفل او القاتل؟ لا، انا عايز اقول لك ان يعني في جرائم كتير حضرتك الجاني ما تعرفش ودي حقيقه. لكن كبرنامج في الاذاعه لازم الجاني ياخد عقاب.